دي الفترة اللي الناس كلها بتروح فيها الساحل، بس اكتشفت لكم مكان أرخص وبحره أحلى من بحر الساحل وكمان أكله خطير. تعالوا أخدكم تور في واحد من أحلى الأوتيلات اللي في مرسى مطروح. أول حاجة ده التيرس اللي انتوا هتاخدوه لو قعدتوا في السويت، وهم عندهم أوض كتيرة قوي سي فيو، وده أعلى أوضة فيهم اللي هي السويت. أول ما هتخشوا هتشوفوا الفيو الخطير ده. ويا جماعه اللي عارف مرسى مطروح عارف كويس قوي ان ده شاطئ الغرام، واحد من احلى الشواطئ اللي موجوده في مرسى مطروح، وموجود بالظبط قدام الاوضه بتاعتكم. في ترابيزه لذيذه قوي زي دي، مرجحه صغيره، وتحت هنا البيتش بتاعهم بيتش ساندي، وكمان الستيز هنا فيها باكج بتاعت الاول انكلوسيف، فبجد حلوه قوي. تعالوا بقى اوريكم بقيه السويت. بصراحة السويت حجمه كبير جدا، ودي حاجة عجباني قوي. والاوتيل ده من اقدم الاوتيلز اللي موجودة في مرسى مطروح. وهنا دي الليفينج اريا، هنا دي اريا صغيرة زي ميني كيتشن كده، في كتل، وهنا في ثلاجة صغيرة، وهنا كمان في سبيس فاضي لو ممكن عايزين تحطوا فيه مثلا شنط سفركم او حاجة. وهنا ده برضو مكان زي دولاب كده فاضي تقدروا تحطوا فيه شنط السفر. وتعالوا اوريكم الحمام بتاعهم قبل ما اوريكم الماستر بادروم الخطيره. لان الحمام بتاعهم واسع جدا، حاطين امينيتيز لذيذه جدا، وبصراحه هم بيحاولوا يوصلوا للانترناشونال ستاندردز، فانا شايفه انه بجد لذيذ جدا. كمان الشاور اريا بتاعتهم لذيذه قوي، فبالنسبه لي الحمام مساحته حلوه جدا بالنسبه للسويت. وتعالوا بقى اخدكم للماستر بادروم بتاعتهم. بصراحه اول ما دخلتها حسيت اتس سو رومانتك، وكانوا حاطين لنا كمان ورده على السرير، فيري نايس. اول حاجه دي البادروم، مساحتها لذيذه قوي. اول ما بتخشوا بتشوفوا المرايه الخطيره دي، دولاب صغير برضو وجواه سيفتي بوكس، وكمان في هنا اريا ممكن تحطوا فيها شنطكم. وده باد، بجد السرير مبدئيا حجمه لذيذ جدا، مساحته حلوه قوي، جنبيكوا الكومودز، جنبيكوا كل حاجه محتاجينها، فيشه وتشز حاجه مهمه جدا، بكره اروح اوتيل ما الاقيش جنب السرير فيشه. وكمان عندكم سمارت تي في موجود قدام السرير على طول، فتقدروا تتفرجوا على موفي بالليل. واحلى حاجه انه وانتوا نايمين من هنا هتصحوا تشوفوا نفس الفيو الخطير اللي في التيرس. هوتيل 59 حسسني ان انا في المالديفز، بالذات لما طلعت على الانفينيتي بول بتاعهم اللي دايركتلي على شاطئ الغرام. انا عاده شخص بيحب جدا البحر، بس بجد البول اريا بتاعتهم كانت حلوه بشكل غير طبيعي. عندهم طبعا البرايفت بيتش بتاعهم اللي مختلف خالص عن بقيه شواطئ مرسى مطروح، لانه بيبقى فيه برايفسي حلوه جدا. صراحه البيتش نظيف جدا والميه بتاعته تحفه. انا مش مصدقه حلاوه الميه يا جماعه. هو انتوا ازاي فايتكم مرسى مطروح؟ انا بجد مش مصدقه، يعني اللي قال عليها مالديفز مصر كان معاه حق. بصوا واحنا على البيتش قررنا ان احنا نطلب بيتزا وبرجر، والاكل بتاعهم بجد فريش جدا، والكواليتي بتاعت الاكل تحفه، بالذات في الاول انكلوسيف ريستورانت بتاعهم كان فيه فرايتي كبيره جدا. الديزرتس كانت فريش قوي، كانوا عاملين ميك يور اون سالاد ستيشن، حاجات تانية كتير قوي. تعالوا اوريها لكم بسرعه. واول ما تدخلوا اللوبي بتاع الفندق ده هيلفت نظركم جدا المتحف الصغير بتاعهم. ودي يا جماعة بيسموها كاريتا، كانت من الحاجات اللي بتعدي من على البيتشز زمان قوي، وده هنا في الاوتيل بيسموه الميني ميوزيوم بتاعهم، اللي فيه بيحطوا فيه حاجات ريليتد للهيستوري بتاع الاوتيل ده، لان الاوتيل ده قديم جدا بس عملوا رينوفيشن. فدي كانت بتعدي من على البيتشز بتاخد الناس زمان، فموضوع خطير. هم حاطينها في وسط اللوبي، وشايفه انها حاجه لذيذه جدا جدا. ومن الالوان هم كمان واخدين اليونيفورمز بتاعت الامبلويز بتاعتهم، فاللونها لو جيتوا معايا هنا هتلاقوا الهيستوري بتاع الاوتيل. بصوا ده شكل الكاريتا اللي هم واخدينها، شكلها تحفه. وهنا دي بيتشز زمان
وده شكل الأوض في 1964. كان في كمان خيام، وده شكل الريستورانت. الفندق كمان موجود فيه سبا لذيذ جدا وكمان جيم. بصراحة سواء كنتوا عيلة او كابلز او صحاب، فبجد هوتيل 59 احسن اوتيل ممكن تروحوا فيه في مرسى مطروح.